نوت بوك اللام. هنبحث عنها. تظهر عندنا بالشكل ده، هنضغط عليها، هندوس زي ما اتعودنا على تراي نوت بوك اللام. دي الواجهة الرئيسية اللي موجودة معانا، اللي فيها البروجكتات اللي احنا عملناها قبل كده، وفيها هنا تقدر تعمل بروجكت جديد. هتدوس create a new notebook. هنا السورس اللي ممكن تحطها. هنا ممكن تحط فايلز، هنا ممكن تحط لينكات للمواقع المختلفة. هنا ممكن تحط درايف لو موجود عندك جوجل درايف وكده. هنا ممكن تنسخ أي محتوى موجود معاك. طب هنبدأ مثلا النهاردة بالويب سايت. هنجيب لينك من يوتيوب. تمام. هنروح يوتيوب، في مثلا كورس أو حاجة أنا عايز ألخصه، عايز يتشرح لي بطريقة أحسن عشان أفهمها. كل الكلام ده يعني هنبحث هنا في السيرش عن أي حاجة إحنا عايزينها. مثلا ممكن تكتب خالد رمضان بيعمل إيه AI تولز. بيعمل إيه AI تولز دي سلسلة أنا عملتها علشان أسهل على الناس استخدام التولز المختلفة زي جروك وزي التول التانية يعني. دي القناة أنا عملتها قريب جدا. طبعا هنا ممكن ناخد مثلا جيميناي جين اي اي، نعمل له شير، وهنا ناخده كوبي ونطلع تاني على الموقع. هنضغط هنا باست وهندوس انسيرت. كده احنا عملنا له اد. هيبدأ بقى يلخص لك الفيديو ده بيعمل ايه. تحويل الفيديوهات والنصوص إلى مقاطع فيديو احترافية بشكل مجاني من جيميناي جين اي اي. تمام. حلو جدا، هو لخص لك كده الفيديو. هنا بيديك بقى أسئلة ممكن تسألها لنوت بوك. يعني مثلا ممكن نقول له هنا مثلا مقارنة بالأدوات الأخرى. ممكن نكتب له كده. جاب لك بقى إيه المقارنة بشكل عام يعني، بشكل بسيط جدا. طب أنا دلوقتي مثلا ممكن أقول له عايز شرح، عايز شرح مثلا مفصل، شرح مفصل في شكل نقاط عن الفيديو باللغتين، العربي مثلا والإنجليش. أوكي. أنا أكتب له الأمر. ده يعني حاجة ممكن تعملها بنوت بوك اللام. بصوا كده، هو جاب لك جزء بالعربي وجزء بالإنجليش بطريقة بسيطة جدا يعني. طب دلوقتي مثلا ممكن نقول له إن إحنا عايزين أسئلة. عايز أسئلة على الفيديو ده للشباب اللي شاهدوه مثلا أو شافوه مثلا. مثلا اداك أولا أسئلة حول أساسيات الأداة ووظائفها. تمام. انت هنا ما حددتلوش انت عايز السؤال مثلا يبقى ام سي كيو، عايز السؤال يبقى ترو فولس، عايز السؤال يبقى مقالي. لازم تحدد له النقاط دي زي ما اتكلمنا قبل كده يعني. حلو جدا. وهنا مثلا تقدر زي ما قلنا كده تدي فيدباك. وهنا تقدر تنسخ المحتوى اللي موجود. تمام. حلو جدا. احنا ممكن مثلا نيجي هنا ونخليه يعمل لنا مثلا انفوجرافيك يعبر عن الفيديو ده. نستنى بقى. وزي ما اتعودنا هنا الانفوجرافيك تقدر تغيره، تخليه
بلغات مختلفة تقدر تغير فيه حاجات كتيرة جدا وتدوس بعد كده generate. حلو جدا. هنستنى الانفوجرافيك واعتقد ان هو يطلع جامد يعني. ممكن نسأله مثلا نقول له عايز أسئلة MCQ MCQ باللغتين العربي والإنجليش. وأنصحكم لما تيجوا تكتبوا MCQ أو تكتبوا كلام يعني إنجليش مش هتقدروا تعبروا عنه بالطريقة الصح بالعربي. تمام. اكتبوه إنجليش. دي حاجة عملية مش حاجة علمية صراحة، ولكن هتزود الفعالية بتاعت التولز المختلفة. بصوا كده جاب لنا آه، آه، أسئلة عن الفيديو بشكل MCQ. طبعا هنا جابها يعني باللغتين، هنا عربي وهنا انجلش. تمام. وهنا ملخص الإجابات، جاب لك ملخص للإجابات كلها. ممكن تيجي هنا مثلا وتحط السلايدات بتاعتك كلها بتاعت المادة، وتجيب له مثلا أسئلة امتحانات أو حاجة وتخليه يحلها لك. ممكن تخليه يقترح عليك امتحانات مختلفة. ممكن تخليه يعمل لك امتحانات كويزات زي ما عرفنا من هنا مثلا. ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا. ممكن مثلا تخليه يعمل لك فلاش كورس، ممكن تخليه يعمل لك كويز، ممكن تخليه يعمل لك مايند ماب، ممكن تخليه يعمل لك انفوجرافيك، ممكن تخليه يعمل لك سلايدات زي ما اتكلمنا السيشن اللي فاتت. طب احنا دلوقتي مثلا خلاص ممكن ناد سورس تانية. ممكن نيجي هنا مثلا وناخد الكلام المكتوب هنا دي واحدة، الكلام اللي مكتوب هنا وناخده كوبي مثلا. اوكي. نروح هنا ندوس اد سورس ونيجي هنا عند التكست. هنا تقدر تضيف اي كلام انت راسمه من اي مكان في الدنيا يعني. تمام. تعمل له نسخ او لصق. تمام. هتدوس هنا insert، هيبدأ يقاد السورس دي. السورس دي موجودة معاه. تمام. دلوقتي ظهرت النتيجة بتاعت الانفوجرافيك. تمام. ممكن ندخل عليها. ده الانفوجرافيك اللي موجود معانا. بصوا كده، يعني انفوجرافيك جامد زي ما قلت لكم. حاجة جميلة جدا يعني. ممكن تشاركها مع اصحابك زي ما اتكلمنا السيشن اللي فاتت. ممكن تيجي هنا وتدوس على البرايفسي وتخليها anyone with a link. تمام. وتخليها مثلا زي ما انت عايز، سواء انت عايز الشات لوحده اللي احنا موجودين فيه ده، ولا فول نوت بوك اللم اللي هو النوت بوك الام بتاعك كله يقدر يدخل عليه ويعدل عليه. ممكن مثلا نخليها شات اونلي وناخد اللينك كوبي وندوس سيف ونبعته لأي حد احنا عايزينه. هيتشير وهيقدر يدخل عليه. حلو جدا. ممكن هنا نضغط داونلود. تمام. حلو جدا. الانفوجرافيك اتحمل عندي. تمام. ممكن برضو نخليه مثلا يعمل لنا كويز مثلا من ده ونسيبه. طب احنا دلوقتي مثلا عايزين نسأله بس على التكست اللي موجودة هنا. ممكن ندوس هنا ونلغي الفيديو اللي احنا جايبينه من يوتيوب. اشرح لي مثلا كأني طفل 5 سنوات مثلا. اوكي. بندوس ارسال. وهنا احنا بنعتمد على السورس بتاع التكست بس. شوف بدأ يشرح لك بالطريقة دي ازاي. دلوقتي يا شباب هو عمل الكويز، ممكن ندخل عليه. شوفوا الكويز عامل ازاي. يعني ممكن انا اعمل لقطة ظريفة جدا واشارك معاكم الكويز ده. يعني تختبروا بيه وكده ونشوف هل انتوا فهمتوا السيشن كويس او لا.
ممكن تشاركوا بقى مع أصحابك كل الدنيا دي. مثلا لما بتيجي هنا وتغلط في السؤال أو حاجة، بيقول لك الغلط فين وغلط ليه، والإجابة الصح فين صح ليه. تمام؟ ده أمر مهم جدا يعني لازم نفهمه. بعد كده مثلا بيسألك أسئلة مختلفة، وزي ما اتكلمنا هو بيعمل إيه بالظبط. حلو جدا يا شباب، وزي ما قلت لكم نقدر نعمل حاجات قوية جدا وإبداعية جدا من نوت بوك اللاب. ممكن نيجي هنا مثلا ونغير اسم البروجكت اللي احنا شغالين عليه أو حاجة. ممكن مثلا نخليه خالد رمضان. رمضان بيعمل ايه. بس كده احنا غيرنا الاسم بتاع البروجكت. تمام. وهنا لو تلاحظ مكتوب public. البروجكت ده public، يعني في حاجات متشيرة في البروجكت نفسه. حلو جدا. هنا ممكن مثلا لو انت مش عايز دي مثلا تحذفها، عايز تشير، عايز تغير الاسم مثلا بتاع ال- البروجكت نفسه، ممكن نخليها مثلا امتحان. يعني في اوبشن كتير قدامك. هنا ممكن تاد نوت معينة في ملاحظة معينة انت عايز تحطها عشان لما تيجي تذاكر وكده. عادي جدا يعني. حلو جدا يا شباب.